الرحيم مشاهدينا الافاضل اينما كنتم، مرحبا اهلا وسهلا، نحييكم مباشره من فيتش ستاديوم بمدينه سوتشي امام 49 ألف متفرج يحضرون هذه المباراة الأولى الكبيرة في هذا المونديال بين العملاقين البرتغال وإسبانيا. كل واحد محمل بهمومه، كل واحد محمل بطموحاته، كل فريق أيضا محمل بالجماهير الغفيرة الوفية الحاضرة هنا والغفيرة الوفية الموجودة في البرتغال وفي إسبانيا. هذه تشكيلة منتخب البرتغال في هذه الأمسية مع باتريسيو في حراسة المرمى، سواريش سيكون على الجهة اليمنى، غيريرو على الجهة اليسرى، فونتي مع بيبي في وسطية الدفاع، موتشينيو رفقة كارفايو، برناردو سيلفا، فرنانديش، جيديش، وكذلك كريستيانو رونالدو رأس الحربة. في الجهة المقابلة منتخب إسبانيا بكل ما تحدثنا عنه بعد مغادرة لوبيتيغي في حضور جماهيري كبير وبقيادة حكم المباراة جيانلوكا روكي. أكيد سنشهد مباراة كبيرة اليوم بين الإسبان الذين لا يتفاءلون باللباس الأبيض منذ سنوات طويلة جدا، أكثر من 20 سنة الإسبان لم يفوزوا في مباريات في نهائيات كأس العالم أو كأس أوروبا باللباس الأبيض. هل سيستمر هذا الفأل يلاحق الإسبان خاصة مع الظروف الصعبة التي يعانونها؟ هذا هو المدرب فرناندو سانتوس يدرب منتخب البرتغال منذ 2014، بينما كما قلت فرناندو ييرو منذ 4 أيام فقط، الآخر واحد منذ 4 سنوات والآخر منذ 4 أيام. واضح على وجهه القلق فرناندو ييرو، ولو أنه الضغط لم يكون عليه تماما لأنه اليوم كان بمثابة المنقذ بالنسبة لمنتخب إسبانيا في ظروف يعرفها الجميع. هل هذا الأمر سيخفف الضغط على ييرو؟ هل سيزيد من الضغط على اللاعبين الإسبان بكل خبرتهم وتجربتهم؟ الجواب طبعا سنعرفه في هذه المباراة وسنعرفه في المباريات القادمة. ضربة الانطلاق يعطيها حكم المباراة جيانلوكا روكي في هذه اللحظات من عمر اللقاء. يبدأ مشوار إسبانيا ومشوار البرتغال في هذا المونديال. هل ستعود إسبانيا وتتوج باللقب في ظل كل هذه الظروف؟ هل سيفعلها ميسي هذا الموسم؟ هل سينتقم البرازيل؟ هل سيثور رونالدو؟ هل ستحدث المفاجأة؟ الجواب سنعرفه في 15 من شهر. ممتازة، صعبة للبرتغال، كرة خطيرة، الموتينيو أمام البحث من هنالك عن رونالدو وجيديش. رونالدو محميين النجوم الكبار، رونالدو ميسي من زمان يعني، ولو أنه زمان لم يكن مارادونا محمي بنفس الكيفية التي هو محمي بها اليوم ليو ميسي مثلا، ومحمي بها كريستيانو رونالدو. نعم، عندما تحمل براعة عن طريق رونالدو 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 بابا ضربة جزاء فعلها الحكم روكي، فعلها كريستيانو رونالدو بالإسبان، وضربة جزاء في الدقيقة الثانية من انطلاقة هذه المباراة. حكم اللقاء يعلن ضربة جزاء كريستيانو رونالدو، والعرقلة من ماتشو مدافع ريال مدريد أمام مهاجم ريال مدريد. كريستيانو فعلها وأثار دفاع الريال، دفاع الإسبان ودفاع الريال طبعا. ناتشو خطأ وضربة جزاء صفرها من دون تردد. الحكم يقول لم يخبروني بعد، بل هي ضربة جزاء. يصفر حكم المباراة لصالح منتخب البرتغال ولصالح كريستيانو رونالدو الذي سجل 3 أهداف في 11 مباراة في ال4 نهائيات. يستعيد جول رونالدو، يفتح مجال التسجيل للبرتغال. يهتز الملعب وتهتز مدينة سوتشي، تهتز لشبونة ويهتز البرتغال. رونالدو يفتح مجال التسجيل أمام الإسبان، رونالدو أمام رفقائه السبع رفقائه في الريال. كريستيانو رونالدو يسجل جول، هو هدف رقم. وما زال يلعبها إيسكو، خطيرة، كرة رائعة من قبل ديغو كوستا في اتجاه دافيد سيلفا، يسدد بيمناه كرة بعيدة في مباراة رقم 120. رائعة من ديغو كوستا هذه الكرة في اتجاه دافيد سيلفا بالظروف. دافيد سيلفا بابا إنيستا، والتغطية الدفاعية من هنالك عن طريق لعبة لجوردي ألبا. جوردي ألبا يبحث عن دافيد سيلفا، بعيدة وبعدين دافيد سيلفا. نعم، عندما تكون تشاهد المباراة أنت تشاهد حامل الكرة وما يفعل بها، ولكن شوفوا معايا يلعب لي إيسكو
الركنيه لعبها في الوسط لبوسكيتس. خرجوا اللاعبين البرتغاليين، ليس هناك خطا. برتغاليا الكره، الحكم خلى الافضليه لا ويقول خطا وبطاقه صفراء يا بوسكيتس. البطاقة الصفراء الأولى في المباراة لسيرخيو بوسكيتس وسط ميدان منتخب رونالدو. الحكم يقول كان فيه دفع على الجدار وخطأ على الجدار. في نهاية المطاف كريستيانو رونالدو هو الذي سدد هذه الكرة الساقطة. التغطية الدفاعية الرائعة هنا لكريستيانو رونالدو والانطلاقة من أجمل المعاكسة. راح قداش ما زال قداش. وراموس في التغطية يتفوق على كونسالو قداش في مباراة رقم 11 ومهاجم نادي فالنسيا الإسباني من هجمة معاكسة كاد يفعلها منتخب البرتغال بين رونالدو وقداش في المساندة. راموس في يستا جول. ثاني اخطر فرصة لدافيد سيلفا، هذه المرة كانت ملعوبة من عند انيستا. غيرو مازال وبيكي يوفق قداش والانطلاقه السريعه لصالح منتخب البرتغال عن طريق موتينيو. فنان انت يا رونالدو، تمريره من اروع ما يكون في اتجاه قداش. نعم، 3 تمريرات وجدوا انفسهم امام حارس المرمى. بيكي منتخب اسبانيا في هذه اللحظات ظروف صعبه. من هنالك ديغو كوستا جول. كوستا عملاق انت يا ديغو. نعم، وحده كره عاليه. هل هناك خطا سيدي الحكم؟ ماذا هنالك؟ جول لديغو كوستا. حكم المباراه جانلوكا روكي يعرف بأن ديغو كوستا خداع، يعرف بأن ديغو كوستا ماكر، يعرف بأن ديغو كوستا ساحر، يعرف بأن ديغو كوستا يباغت وخداع. هل ارتكب خطأ ديغو كوستا؟ راح ديغو كوستا بابا خطيرة. لا الحكم يقول ليس هناك لا بل قد خطأ لناتشو ولمنتخب اسبانيا. فترة فراغ يمر بها البرتغاليون في هذه اللحظات. وتسديد بابا جول. هل دخلت يا سيد الحكم؟ يا سلام، وضعية تسلل يحتسب مع بوسكيتس. كوكي وحده حارب. والمرة يلعبوا 5 تمريرات 6 لاعبين البرتغاليين. دخيا بعيدة الكرة هذه يا جيريرو على رونالدو. بعيدة للإسبان. دافيد العرقلة الركنية تنفذ. خطيرة الكرة هذه من هنالك من بوسكيتس. سواريش رونالدو. سيلفا يلعبها كرة لويسكو. تسديدة قوية، المراقبة باليمنى والتسديد على الطائر باليسرى. مبدع يا إيسكو، مبدع ورائع. نعم، دافيد سيلفا. إيسكو قصار القامة هذو، نقصد اللاعبين تاع كرة القدم مجانين. قصار القامة محاينهم كبار. قصار القامة من مرض ثم البناء ثم التسجيل ثم الفوز ثم التفوق وهكذا. الكرة تلعب لديغو كوستا، يستفيد من خطأ، يلعب شوط كبير. ديغو كوستا يوصل لجوردي ألبا. لعبة بلاي ستيشن هذه الكرة على الطريقة البرشلونية الكتالونية. نعم، جوردي ألبا من هنالك، كرة من ديغو كوستا. جوردي ألبا انيستا بيسراه. حذر يا بيبي، الكرة البعيدة من بيبي خطيرة. خطيرة. رونالدو فيش ستاديوم. وخطأ بادح من دافيد دخيا. دافيد من كرة واحدة، من لعبة واحدة، من تسديدة واحدة. ثنائية تاريخية لكريستيانو رونالدو. ما هذه الأخطاء الفادحة في دفاع الإسبان؟ ما هذه الأخطاء الفادحة في دفاع؟ نهاية هذا الشوط المثير، نهاية هذا الشوط الرائع. البرتغال في الأنفاس الأخيرة للشوط الأول بفضل هذا النجم كريستيانو رونالدو 2، إسبانيا
هدف شوط اول رائع. موعدي بكم سيتجدد مشاهدي الافاضل بعد حين مع بداية رونالدو في سيناريو غريب وعجيب لا يحدث الا في نهائيات كاس العالم، لا يفعله سوى البرتغاليون وكذلك الاسبان الذين امتعونا بشوط اول ولا اروع. ضربة الانطلاقة سيعطيها الحكم السيد جانلوكا روكي بنفس التشكيل من دون تغيير على مستوى التشكيلتين البرتغال بباتريسيو سواريش غيريرو فونتي وبيبي موتينيو وكارفايو فرنانديش وبرناردو سيلفا جيديش وكريستيانو رونالدو. المنتخب الاسباني بديخيا في الحراسة، ناتشو مع جوردي ألبا، سيرخيو راموس، جيرار بيكي، كوكي، إسكو وبوسكيتس، دافيد سيلفا، إنيستا نعم الرطوبة تأثر على أرضية الميدان. التسديدة والتغطية من انيستا يلعبها كوكي رجع لانيستا، دافيد سيلفا راح انيستا في خطأ يصفر حكم المباراة على جواو موتينيو وسط ميدان نادي موناكو. الكرة من دافيد سيلفا خطيرة جول ديغو لست مارادونا ولكنك كوستا، يا ديغو. رونالدو ثنائية وديغو ثنائية، كريستيانو ثنائية وكوستا ثنائية، هدفان لمثلهما بين رونالدو وكوستا بين البرتغال واسبانيا منذ حين. يلعب لرونالدو، انطلق كريستيانو وخطأ من ناتشو، يطالب بالبطاقة الصفراء رونالدو على ناتشو. نعطيها لك ليك يا رونالدو على احتجاجك. اي نعم تنرفزت لانه الاسبان سجلوا عليك 3. ديغو كوستا سجل ثنائية، ناتشو اللي كانت له ضربة جزاء عند دافيد سيلفا لإيسكو مرة ثانية يمر، إيسكو راح إيسكو جوردي إيسكو ودافيد وإيسكو دخل وما زال جول ناتشو إسبانيا انتفض المطار، انتفض الإسبان. أين هم البرتغاليون؟ أين أنت يا كريستيانو لتنقذ بلدك؟ إسبانيا تنتفض في سوتشي، إسبانيا تصنع العجب. هدف آخر ولا أروع، يا له من جول يا ناتشو. خلوني نقول جول مع ناتشو، ناتشو مع الجالس، كرة خطيرة، التوزيعة خطيرة وراموس سيلفا الدفاع وبوسكيتس إيسكو راح، إيسكو استلم، ربعة أمامه، مع ذلك بذكاء يتحصل على خطأ لأنه كان في وضعية راح يضيع الكرة ومع ذلك لم يضيعها بل استفاد منتخب بلاده من مخالفة. هل عندك الكونتارا هو شقيق رافينيا اللاعب البرازيلي. تياغو يلعب بينيه مع دافيد سيلفا جوردي ألبا خطيرة يا ديغو انت اللي عندك 7 أرواح يا ديغو كوستا. البرتغال عنده 7 أرواح ولكن انت ايضا يا ديغو موفق في مباراة اليوم. منتخب اخر تياغو الكونتارا ياخذ مكان كوكي. كوارشما استلم الكرة، دخل كوارشما. هل قال لك رونالدو سدد فقط لأن دافيد ديخيا باص بينية رجعت له ياغو اسباس يحط دافيد سيلفا وبعيدة على إيسكو. لما إيسكو يطرب من 23 سنة في عمره، كرة بعيدة رونالدو خطيرة وما زال كوارشما ولمسة يد. اكيد غير خرج رونالدو وحده وجها لوجه. ذكرت بسرعه بان القميص الابيض شؤم، مصدر شؤم بالنسبه للمنتخب الاسباني، وتذكرت بان هذه البرتغال اللي حتى لما لا تلعب تسجل لانه عندها شريط ونعرف بانها دقيقتين واكثر. اسباسو بالله عليكم لازم 6 دقائق فقط وما زال اسبانيا لم تفز بهذه المباراة. إذا فازت ستكسر نحس هذه القمصان البيضاء، سيكسرها اليوم الاسم. المنتخب البرتغالي مهاجم الميلان اللاعب أندري سيلفا يكون نجم هذه البطولة. رونالدو استلمها، رونالدو يا بيكي ليس هنا ولا
ليس في هذه اللحظات، وليس أمام رونالدو، وليس أمام أصحاب السبع أرواح. قد يفعلها. تركيز كبير، تركيز من الفوق للتحت، من قدم للأنف للرأس للأذن للصدر للبطن للظهر للرجل، الكل يركز، كل الجسد تاع رونالدو يركز. بابا خطيرة، بابا خطيرة، رونالدو في تنفيذ المخالفة، رونالدو امسك شعرك، امسك صدرك، امسك بطنك. انت امام رونالدو يا ولد، انت امام رونالدو يا ولد، انت امام البرتغال. 7 أرواح، قلت لكم 7 أرواح. البرتغال يعود، اسبانيا تسيطر، اسبانيا تستحوذ، اسبانيا تتفوق. رونالدو رونالدو رونالدو، جول 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 جول، وكأنه حطها يرجع لجواو ماريو. انت بني ادم ولا ويش يا رونالدو؟ انت بني ادم ام واش يا ابو رونالدو؟ هاي كره خطيره، جول. الركنيه تنفذ عليها في القائمه الثاني. بيبي او فونتي يلحق على هذه الكره. جوزي فونتي. كارثه لو يفوز البرتغال على الاسبان. لا تقولوا لي بانه سيفوز. قد يفوز البرتغال، نعم قد يفوز. كرة الاهداف، كرة القدم اجوال واهداف، كرة القدم فعالية. كذلك وعاد رونالدو وعدل رونالدو. متعة 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 ما بعدها متعة. رونالدو 3، ديغو كوستا هدفان، اسبانيا 3 والبرتغال 3. الكلام لا يمكن ان يكون عن هذا الذي شاهدناه، لان الذي شاهدناه يغنينا عن كل وصف. الاكيد انكم استمتعتم مشاهدي الافاضل، تستمتعون فقط على قنوات بين سبورتس الى اجل غير مسمى. شكرا لكم ونلقاكم على خير باذن الله. زميلي هشام وضيوفك لكم ما تقولون.